وانت كبنت مش هتنعي هم قدام بعد كده ان في معاملة وحشة، في اهانة، في سب، في ضرب. مش هتنعي هم كل الكلام ده، وانت برضه مصمم انك ما تعملش ده، وبعدين ترجع تشتكي بعد كده ان في فتنة وفي فساد، واصل ده عمل ودي عملت وده غلط ودي غلطت. يعني انت مش نافعك اللي هو فعلا مسؤول واللي هو فعلا بيحارب وباعد نفسه عن الحرام وراح بص للحلال مع انه عارف ان هو صعب وشغال وبيعمل وبيشقى. ده انت مش عايزه، بس عايز التاني اللي ابوه مجهز له كل حاجه. يعني ايه واحد عايز يخش يتجوز وعايز يعيش في الحلال يبقى ده طريقه للحبس قدام؟ اوقف جواز واوقف حاجه لو ما اتعملتش هيحصل فتنه وفساد علشان كوبايه صيني، وعلشان ستاره ما اتعلقتش، وعشان سجاده ما جاتش، وعشان انا جبت وهو ما جابش؟ انت اللي مصمم تعمل الغلط، يبقى ما تلومش الا نفسك. واتساب عليكم، اتمنى تبقوا قلبكم في قناتي، واهلا بكم في حلقة جديدة. وهنستكمل سلسلة حلقات ليه مصر بلد فاشلة. معلش انا الفترة اللي فاتت كانت عندي بس كعبلة كده وما زلت يعني، بس ايه ما عرفتش ان انا اعمل فيديوهات او اكمل السلسلة اللي انا بدأتها بتاعت ليه مصر فاشلة، بان احنا بنناقش مشاكل مصر وبنناقش ليه اصلا مصر بلد في القاع تحت خالص. دول عالم ثالث، بلد فاشلة في كل حاجة تقريبا، ما فيش أي حاجة ناجحة فيها إلا الحضارة بتاعت ال7000 سنة اللي برضه جم بوظوها في الآخر. وهنتكلم في الحلقة دي عن الجواز. أنا طبعا اتكلمت عنه في كذا فيديو قبل كده بس مش بطريقة مستفاضة شوية، بس هنتكلم عنه باستفاضة في الفيديو ده. الجواز من أكبر المشاكل اللي بيواجهها المجتمع المصري. هنشوف بقى ليه، يعني ايه اللي يستاهل ان هو يتعمل عليه مشاكل، وهنشوف نقدر نحلها ازاي. الاول بس كده، ايه مين انا علشان اطرح مشاكل او اطرح موضوع ونجيب المشاكل واقول حلولها؟ انا واحد بكل بساطة بني ادم عادي. مش هقول لك بقى درست ايه او قريت في ايه ولا عندي خبرة في ايه ولا اي حاجة من الحاجات دي. مش هقول لك اي حاجة، مش هقول لك اي مؤهلات، بس هقول لك انا واحد لا بتبع عادات وتقاليد، ولا بتبع الناس، ولا بيهمني كلام الناس، ولا اي حاجة خالص غير ان انا بمشي زي ما ربنا قال. يعني انا دلوقتي واحد، انا مثلا ايه ماشي على طريق معين وحاطط الجي بي اس بتاعي علشان انا رايح المكان الفلاني، فانا طالع من عند البيت رايح المكان الفلاني. مهما حصل انا مش هعمل حاجة غير ان انا اتبع الجي بي اس اللي هيوصلني للمكان. فانا بعمل نفس الكلام. الحياة دي انا ما اعرفش فيها حاجه. انا واحد جيت لقيت نفسي في الحياه. الحياه دي انا علشان امشي فيها و... ويعني اعدي فيها المده بتاعتي على خير، لقيت ان الدستور بتاعي او المانيوال بتاعي او الانستراكشنز، ان في كلام كده موجود، هو الكلام ده لما انا اتبعه همشي كويس في الدنيا لحد ما يجي وقت ان انا امشي. الكلام ده اللي هو كلام ربنا. فانا بالتالي لا هروح يمين ولا هروح شمال ولا هعمل اي حاجه غير ان انا هقعد اشوف الكلام ده بيقول ايه علشان امشي عليه. بس بكل بساطه، بكل بساطه هو الموضوع كده، مفيش ابسط من كده. فانا البني ادم ده، انا البني ادم اللي حرفيا ماشي زي ما ربنا بيقول. ايوه طب يعني ما كلنا ماشيين زي ما ربنا قال. للاسف انت مفكر ان انت ماشي زي ما ربنا قال، بس مش دي الحقيقه. هقول لك ليه. لان لو انت ماشي زي ما ربنا قال، لا انت ولا البلد اللي انت قاعد فيها كانت هتبقى في الحال ده. خلينا متفقين، خلينا متفقين. فكون ان انت او البلد اللي انت قاعد فيها الحال بتاعها بالمنظر ده، لازم تبقى متيقن ان في حاجة غلط. فما نقعدش نكابر ونعند في انه لا احنا مسلمين، ولا احنا مفيش زينا، ولا مش بشوف انا في الكومنتات الكلام ده، بشوف الحموة دي. بس حموة على ايه يا عم؟ حامي لما تبقى انت صح، حامي لما تكون صح، انما ما تبقاش منافق. لان النفاق دي من الكبائر، يعني فاهم؟ يعني اسوأ صفة ممكن تبقى في المسلم هو النفاق، لان الرسول كان بيحاربهم والصحابة كانوا بيحاربوهم. فما تبقاش بقى ايه من اللي حاربهم ايه النبي والصحابة. نخش في الموضوع. الجواز زيه زي اي حاجة في الدنيا، لازم ان احنا نشوف
زي ما احنا قلنا كده ايه، ان الصح ان في دستور وفي كلام انا بمشي عليه علشان اعرف ايه الحياة دي بتمشي ازاي. ما انا جايب غسالة جديدة فيها تاتش وفيها كمبيوتر وفيها مش فيها بلاوي، انا مش عارف اشغلها الا لما اجيب الورقة اللي جاية معاها اشوف بتشتغل ازاي. فانا برضو نفس الكلام، احنا نفس الكلام، احنا جينا الدنيا دي بنمشي فيها، ماشي، عايزين بقى نعرف هنمشي ازاي، هنشغلها ازاي، احنا هنتعايش فيها ازاي. فالجواز ركن من اركان الحياة. طب انا عايز اتجوز لان دي طبيعة. طب انا هعرف اتجوز ازاي؟ ايه الشروط او العملية دي اصلا بتحصل ازاي او بتمشي ازاي؟ فكل اللي هعمله هجيب الكتاب اللي فيه الكلام، التوجيهات اللي انا لو مشيت عليها الموضوع هيمشي معايا. تمام، خلاص ثبتنا الحتة دي. طيب ايه بقى المشكلة بقى في مصر؟ المشكلة في مصر ان محدش بيجيب الكتاب ده بيقراه، واللي قراه مش بيتبعه. هي دي المشكلة. المشكلة ان في مصر محدش بيتبع المنهج اللي محطوط لنا علشان نمشي عليه، الطريق، القضبان اللي محطوط للقطر علشان يمشي عليه. القطر طلع بره القضبان، فبالتالي القطر اتقلب على جنبه. هو ده اللي حصل. زي كل حاجة في مصر بتحصل، انه بيعتمدوا على العادات والتقاليد في كل حاجة. بقى مش هنتكلم على كل حاجة، هنتكلم على ايه؟ على الجواز. طيب هنبدأ الأول الكتاب بيقول ايه، ماشي، وبعد كده ما احنا لازم نحط المنهج الأول علشان نشوف هو ايه اللي بيحصل عكسه اللي عامل مشاكل. المنهج بيقول ايه؟ المنهج بيقول لك ان اولا الراجل قوام على الست. يعني ايه؟ يعني هو المسؤول. طب يعني ايه برضه؟ يعني هو اللي سايق المركبة. تمام، الست كمان مسؤولة بس في حاجات معينة. مين اللي سايق المركب؟ الراجل. طب مين المساعد بتاع الكابتن بتاع المركب؟ الست. طب مين الأساس بقى؟ هو الراجل. فلذلك الراجل قوام على الست، مش قوام ان هو اعلى منها، لا، هو المسؤول، هو اللي متحمل وماسك زمام الامور. تمام، فدي اول قاعدة. ايه تاني قاعدة؟ تاني قاعدة ان الراجل ده علشان يروح يتجوز محتاج ان هو يعمل كذا حاجة. اولهم انه بيقدم المهر. المهر ده هي المبلغ اللي الراجل بيقدمه للبنت. ركز معايا في البنت دي، مش عشان حاجة، عشان ربنا قال كده. علشان ربنا قال كده، مش علشان نضمن حقها، ومش علشان مش عارف لو حصل ايه، لا، علشان ربنا قال كده. طب ربنا قال كده ليه؟ ممكن يكون قال كده عشان يضمن حقها، بس انا مش هقول ان انا بدفع مهر عشان اضمن حقها، لا، انا هدفع مهر عشان ربنا قال لي لما هتروح تتجوز هتدفع مهر. خلصانة. لما ربنا يقول حاجة تبقى خلصانة، ما ينفعش اقعد اجود من عندي. خلاص. بما ان الراجل ده قوام وهو المسؤول، فلازم بالتالي لما يروح يتجوز لازم هيوفر سكن للست اللي هيتجوزها. هو مسؤول عنها، لازم يوفر لها سكن. وطبعا ما فيهاش جدال، لازم هو اللي بيوفر المصاريف، وهو اللي بيكون مسؤول عن الماديات وان الست دي تعيش كويس. هل في حاجات تانية في الموضوع ك requirements او يعني او كمتطلبات؟ لا، بس في صفات، يعني في صفات لما يجي الشخص ده يروح يتجوز بالنسبة للست او للراجل، الصفات دي دوروا عليها. طب ليه دوروا عليها؟ علشان لو لقوا الصفات دي هما المفروض ان هما هيعيشوا حياة زوجية كويسة. ايه هي الصفات دي؟ قال لك من ترضونه دينه وخلقه. فانت عندك معيارين للموضوع، دين وخلق. طب إيه؟ طب بالنسبة لباقي الحاجات، بالنسبة لباقي الحاجات طب شكل، طب مش عارف نظافة، طب أسلوب، طيب بص في يعني في 50,000 حاجة، صح؟ محدش هيعترض على الكلام ده. بس هم أهم معيارين لازم أنت أو أنت تبص عليهم، هو الدين والخلق. علشان الاتنين دول هم الأساس. الاتنين دول لو متأسسين أي حاجة بعد كده هتلاقيها. أي حاجة بعد كده هتلاقيها. وأنت كبنت مش هتنعي هم قدام بعد كده ان في معامله وحشه، في اهانه، في سب، في ضرب، مش هتنهي هم كل الكلام ده.
هتبقي قاعدة متوجة، هيبقى في واحد معاكي بيتقي ربنا فيكي. وبالنسبة للراجل نفس الكلام، هتبقى انت قاعد مش ناقي هم ست تبهدلك تذلك تهينك، هتبقى معاك حد بيتقي ربنا فيك. هي اساسيات، زي ما بتبني عمارة بتحط لها خوازيق، الخوازيق دي هي الاساسيات. فانت عندك الدين والخلق، هم دول اساس الموضوع. ابني بقى فوقيه اللي انت عايزه، شوف بعدها بقى شكل ومنظر وارتياح ونظافة عيش بقى بعد كده، ما حدش قالك لا، بس شوف الحاجتين دول الاول، اسسهم الاول، لقيتهم واسستهم، عيش بعد كده. ده الموضوع بكل بساطة. من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه، ألا تفعلوا فتكون فتنة وفساد في الأرض، أو فساد عظيم، مش فاكر بالظبط الحديث يعني. فهو قال لك أصلا إنك لو ما عملتش ده هيكون في فتنة، هيكون في فتنة موجودة. هو يعني بيغششك، بيغششك الامتحان، بيقول لك يعني لو ما عملتش ماشي هتكون فتنة وفساد في الأرض أو عظيم، وأنت برضه مصمم إنك ما تعملش ده، وبعدين ترجع تشتكي بعد كده ان في فتنة وفي فساد، واصل ده عمل ودي عملت وده غلط ودي غلطت. طب ما انت من الاول انت اللي ما اتبعتش، ما هو قال لك لو ما عملتش كده هيكون في فتنة وهيكون في فساد، انت اللي مصمم تعمل الغلط، يبقى ما تلومش الا نفسك. تعال نشوف الناس اصلا بقى بتعمل ايه. الناس اخترعت عادات وتقاليد. الناس لما شافت الكتاب اللي احنا جينا لقيناه في الدنيا ده، قال لك لا الكتاب ده ما يلزمنيش، انا ما يلزمنيش الكلام اللي بيتقال ده، يعني انا اعلم منه. انا علشان انا بقى اب وعارف مصلحة بنتي وعارف مصلحة ابني، انا اللي عارف، انا اللي عارف، واللي خلاني ده مش عارف حاجة، يعني حاشا لله يعني. فالكتاب ده ما يلزمنيش، لا انا هحط قوانين، انا هحط عادات وتقاليد امشي عليها، لان انا شايف ان انا كده بضمن حق بنتي. هو شايف عن ربنا ان هو كده هيضمن حق بنته. طيب يا سيدي، تعالى ورينا كده ايه اللي انت عملته ودينا لفين. هنتكلم على الاتنين، الراجل والست يعني، فاهم؟ بس هنيجي بقى لاهل البنت. في عبثيات كتير قوي بتحصل. اولها انه بابا في حد ما تقدم، طيب اوكي شغال ايه؟ ده اول سؤال غلط اصلا، ده اول سؤال غلط. انت اول سؤال المفروض تساله لها، انت اخترتيه ليه؟ انت اخترتيه ليه؟ مش هو بيشتغل ايه. يعني هو بيشتغل ايه كده كده هتعرفها، بس ما يبقاش اول اهتماماتك هو بيشتغل ايه. لا، خلي اول اهتماماتك هي بنتك اختارته ليه، اعرف دماغها الاول. مش انت فاهم وابو العريف وعارف مصلحتها وهي بطيخه مش عارفه حاجه، وكتاب ربنا ما عجبكش، فهنركن بقى الاتنين على جنب، صح؟ انت بقى افهم، افهم هي اختارته ليه، علشان على الاقل حتى لما تقعد معاه تبقى انت عارف هي اختارته ليه. فده اول سؤال غلط. تاني سؤال، او يعني ده الغالب يعني، عنده شقه، ودي اصلا لوحدها كارثه. كارثة. ليه كارثة؟ لأن مفيش، طبعا بعيد عن الكتاب اللي أنت حاطه على جنب ده، اللي هو أصلا ما قالش إن لازم يكون في شقة ملك. مفيش حاجة في القانون أو في أعراف أو في أي بلد في الدنيا، أي بلد في الدنيا، بيقول لك إن لازم لما حد يروح يتجوز إن يكون معاه شقة ملك. أنت الوحيد اللي على الكوكب اللي عندك العقلية دي. أنت الوحيد اللي على الكوكب اللي شايف البلد عاملة إزاي، وانت ذات نفسك اتحطيت في المواقف دي كلها قبل ما تتجوز وخلال ما كنت بتتجوز، وعارف كويس، ومع ذلك جاي انت على بنتك تعمل عكس ما انت شايف، وفي الاخر تقول اصل هو مش شاري، اصل هو ما عندوش. انت منافق، انت كده حد منافق. فكون انك يبقى كل همك ان يكون في شقة ملك، دي لوحدها كارثة يعني. عارف انت لو الشقة ب20 30 ألف هقول لك ماشي، وهو بقى الشخص لو ما عندوش أو ما جابش ساعتها أقول لك أوكي اللوم عليه. إنما ما تبقاش أقل شقة في منطقة ما يتسكنش فيها ب2 3 مليون جنيه، وتقول لي أصل لازم شقة تمليك. لا مش لازم، مش لازم. وأنت مش هتجوز بنتك برضه الواحد عنده 40 سنة، يعني بنتك اللي عندها مثلا 23 24 26 يا سيدي، مش هتجوزها لحد عنده 40 سنة. ما هو الشخص عشان يجمع 3 مليون جنيه
علشان يدفعهم كلهم في شقة لازم يكون على الأقل معاه 3 مليون جنبهم، اللي هيجهز بيهم الشقة واللي هيجيب بيهم حاجته واللي هيتجوز بيهم. فالشخص عشان يجمع 6 مليون جنيه مش هيبقى قبل ال 40، بعد كمان ال 40. فانت اصلا ما بتحسبش الموضوع. انت لا، هو كده، احنا ماشيين كده، لازم يكون عنده شقة. معتمدين على الابهات. ابوه بقى كان يجيب له. لا، ابوه يجيب له ليه حضرتك؟ هو لا، ابوه مش مطالب ان هو يجيب له. هو الحمد لله ان في مصر الاهالي بتساعد عيالها، عشان ده مش موجود في البلاد التانية. ولكن مش ده المفروض اصلا. انت دلوقتي المفروض هتجوز بنتك لواحد، الواحد ده المفروض ان هو يكون مسؤول. تمام. فانت من اولها مخليه اصلا يعتمد على ابوه علشان يجوزه. طب هو هيعتمد على نفسه وهيتجوز ازاي لما ابوه هو اللي جايب له الشقة، وابوه هو اللي مساعده في فرشها، وابوه هو اللي عامل وعامل وعامل؟ انت اصلا واخد واحد مش مسؤول كده وعادي. طب هات واحد بقى مثلا ما عندوش اب بيساعده، سواء ابوه مش موجود، ابوه متوفي، او موجود بس اكلينيكيا كده مش موجود منظر يعني. والشاب ده هو اللي بيكون نفسه وهو اللي بيعمل كل حاجة. فطبعا هو عنده حاجات كتير ناقصة. يقول لك لا، ما ينفعش، ما ينفعنيش. يعني انت مش نافعك اللي هو فعلا مسؤول، واللي هو فعلا بيحارب، واللي هو فعلا بيكون نفسه وحارم نفسه وباعد نفسه عن الحرام، وراح بص للحلال مع انه عارف ان هو صعب، وشغال وبيعمل وبيشقى. ده انت مش عايزه، بس عايز التاني اللي ابوه مجهز له كل حاجه. انت شايف اصلا العقليه عامله ازاي؟ وفي الاخر يرجع يندم لما بنته تتطلق. انت متخيل؟ طبعا انا مش بعيب على الناس عشان ما تفهمونيش غلط، مش بعيب على الشخص اللي ابوه بيساعده. لا، انا عارف حال البلد عامل ازاي، ولو عندك اب بيساعدك دي حاجه كويسه. لان انا وغيري ما كانش عندنا الاوبشن ده. مفيش ابهات بتساعد. فكون انت عندك اب بيساعد او حتى ام بتساعد، فانت يا سيدي يعني دي نعمه من عند ربنا. تمام. انا مش بشكك في نزاهتك، او مش بقول ان انت حد ما يصلحش، لا ما تفهمنيش غلط. انا بتكلم بس من جهة ابو العروسة، في انه بيفضل ايه على ايه، او ياخد ايه وما ياخدش ايه. تمام. انه هياخدك انت علشان انت في حد بيساعدك وعندك كل حاجة جاهزة، بس ما ياخدش الغلبان التاني اللي هو مش بايده، ان مفيش حد بيساعده، بس عمال بيعافر وبيحاول وجايب حاجات فعلا، بس في حاجة او اتنين ناقصين. فانت اساسا ما عندكش اي مبدأ يقولك لازم يكون في شقة ملك. فدي اول حاجة بتخالف النص، في حتة انه لو ما عملتش هيحصل فتنة وفساد. فانت لما بتوقف الجوازات على عدم وجود شقة ملك، بيحصل ان في غلطات بتحصل بين اتنين. نخش بعد كده في القايمة. كتاب حطيناه على جنب، صح؟ فانت بقى شايف ان انت لما تعمل قايمة انت كده بتضمن حق بنتك. فانت اخدت القرار انك لازم عشان تضمن حق بنتك تمضي اللي هيجي يتجوزها على ورقة، الورقة دي بمثابة وصل أمانة أو شيك. لما يحصل انفصال أو طلاق، لو هو ما يعرفش يرد الحاجات دي هو يتحبس. انت بقى شايف ان انت كده ضمنت حق بنتك. انا احب اقول لك ان انت انسان غبي، ان انت ده مش موجود. انا اسف بقى طبعا لاي حد بيفكر بالعقليه دي، واسف اي حد بيشوف الفيديو اهله بيفكروا بالعقليه دي، بس معلش خلينا نواجه الحقيقه. مش هينفع ان احنا نفضل نطمس ونداري على الحقيقه علشان اهلنا بيعملوها وعشان حد بنحبه بيعمله. معلش، لازم نواجه الحقيقه. ده غباء. انت متخيل يعني ايه اصلا ان انا اكمن حق بنتي في شويه اجهزه وعفش؟ انت متخيل حق بنتي ايه؟ انت مقدر بنتك ازاي؟ انت مقدرها ازاي؟ يعني ايه اقدر بنتي بشويه حاجات اوبجكتس، حاجات، اجهزه ومفروشات؟ يعني ايه اقدر بنتي بده؟ اللي هو اساسا كمان بعيدا عن ان هو لا يسوى شيء، هو كتمن بقى بعد كام سنه اصلا بتبقى خلاص يعني الفاليو بتاعته بتقل، ما بيبقاش في فاليو اصلا، ما بيبقاش في فاليو. فانت كده تضمن حق بنتك؟ لا، انت ما ضمنتش حق بنتك، انت ضيعت حق بنتك انك قدرتها او تمنتها بشويه عفش واجهزه. طب ايه الحاجه التانيه؟ انك خليت واحد يا عيني داخل على جواز وعايز يفرح وعايز يستقر وعايز يبني اسره،
خليته يدخل علشان يعمل الخطوه الحلال دي اللي هي اللي المفروض يعملها بدون اي مشاكل. خليته ان هو يمضي على نفسه، خليته يمضي على نفسه حاجه تخليه عينه في وسط راسه دايما، ان هو لو لا قدر الله حصل انفصال او حصل طلاق، هو لو ما عرفش يرد الحاجه او تمن الحاجه هيتحبس. يعني ايه واحد عايز يخش يتجوز وعايز يعيش في الحلال يبقى ده طريقه للحبس قدام؟ طبعا انت يعني ما بتفكرش في ان انت ايه، طب ترضاها على نفسك؟ طب انت لو عندك ولد ترضاها عليه؟ ما بتفكرش. حق بنتي، حق بنتك انت ضيعته لما انت اصلا رميت ده في الاول. لما انت رميت ده في الاول انت كده ضيعت حق بنتك، لان ما حدش هيضمن حق بنتك وما حدش هيحافظ على بنتك اكتر من اللي خلقها. فبما ان انت بقى اخدت القرار انك تتجاهل كلامه وترمي الكتاب بتاعه، ما تجيش تندم بعد كده يا حلو على اي حاجه. هنيجي بعد كده بقى للشبكه والفرح ومش عارف ايه. الشبكه يقول لك دي هديه العريس للعروسه. طب حلو، بس انت هتجيب شقه ب100,000. طب هو مش حضرتك قلت ان دي هديه؟ اه. طيب يعني دي هديه يعني انا اللي بختار بقى وانا اللي بحدد وبتاع؟ لا هي 100,000. طب هي هديه ازاي؟ لا لا هي هديه بس ب100,000. انت فاهم؟ يعني حطينا عبء زيادة على اللي هيجي يتجوز حاجة من العدم. انت هتجيب كذا، هو هدية بس انت هتجيبه بالثمن الفلاني. طب انا ما اقدرش، لا والله بنتنا ما ينفعش يجي لها شبكة بأقل من 100,000. طب حضرتك انا لسه جايب شقة بقد كذا وفرشين بقد كذا وهنعمل فرح بقد كذا وعايزين نطلع هاني مون او شهر عسل هيبقى بقد كذا. والله ده اللي عندنا. انت بتوقف جوازة علشان شبكة، بتوقف جوازة علشان حاجة انت بتقول انها هدية بس انت متمن الهدية دي او جابر عليه تمن هدية معينة. شفتش انا حد قبل كده بيقول لحد هات لي هدية بكذا؟ شفتهاش. فدي مش هدية، لا انت كده بتتلاعب، انت كده بتتلاعب، انت كده كذاب. لما تقول هدية بس تتمنها يبقى انت كده منافق. طبعا في ناس، انا عارف ان في اهالي يقول لك ايه اللي تقدر عليه، دي اهالي محترمة. دي اهالي محترمة، انت برضه عايز ايه؟ تهادي اللي هتتجوزها حاجة مع انه مش المفروض. ما هو انا يعني كل اللي بعمله ده ما انا بعمله علشانها، بس اوكي. يعني فاهم، لو انا معايا زيادة اكيد مش هستخسر فيها حاجة. بس ما تجيش تقول لي هدية بس في نفس الوقت بتمنها لي. انت كده واحد مش تمام، في حاجه في دماغك. هنيجي بقى بعد كده بقى تجهيز البيوت ومش عارف ايه. في جوازات بتقف وبتبوظ عشان كوبايه وعلشان نيش وعلشان صيني، وهو جاب وهي ما جابتش والستاير ومين علقها ومين شال المسمار انتوا بتعملوا ايه يا اخوانا؟ انتوا بتوقفوا الجوازات علشان ايه؟ علشان ايه؟ يعني لما يكون اصلا خلاص احنا عدينا مرحله البيت والبيت موجود، ما تتحرق اي حاجه تانية، تتحرق اي حاجة تانية. اوقف جواز واوقف حاجة لو ما اتعملتش هيحصل فتنة وفساد علشان كوباية صيني وعلشان ستارة ما اتعلقتش وعشان سجادة ما جاتش وعشان انا جبت وهو ما جابش؟ انتوا ايه دماغكوا دي رايحة فين؟ انتوا اصلا الفص بتاع المخ ده اللي المفروض بيعدي عليه المعلومة يفكر فيها يتعمل له بروسس عشان يقولها، مش موجود، مش شغال، مش متزيد تقريبا من ساعة ما اتولدت. ما فيش حد اداله ايه، زقة كده، جامب. بتوقف الجوازة علشان حاجات جوه البيت اللي موجود، البيت اللي جه اللي هم هيعيشوا فيه، اللي هو اصلا مش عايز حاجة غير اساسيات وعاد، مطبخ ونوم وبتاع وخلاص الموضوع خلص. اي حاجة بعد كده شكليات بقى، طز تيجي ما تجيش مش مهم، ما تيجي ما تجيش مش مهم. ما انا مش هقعد في الجنة اصلي يعني، ما انا مش قاعد هنا طول مدى الحياة، مش للابد. هي كلها 40 30 سنة وهتكل على الله يعني. ما هي دي الحقيقة، هم 30 40 سنة وهتكل على الله. فمش هبني جنة الخلد في بيتي يتحرق الحاجات التانية. المهم الأساسيات موجودة، الأجهزة موجودة اللي أعرف أطبخ بيها وأجيب أكل في التلاجة ومش عارف إيه، أوكي. سرير ننام عليه ودولاب نحط فيه هدومنا، أوكي. أوضة للأطفال وفيها مش عارف إيه، أوكي. كنبة نقعد عليها ومش عارف تلفزيون صغير ولا بتاع ولا، أوكي خلاص خلصت. خلصت بقى، خلصت يا إخوانا. حرام عليكم، حرام عليكم اللي بتعملوه في الرجالة اللي جاية تتجوز. وحرام عليكم برضو كرجاله في اللي بتعملوه لو انت بتوقف الجوازه بسبب ان انت مثلا جبت حاجه وانت متفق مع حماك ده يجيب بس هو مثلا ما عرفش يجيب. ايا كان، ايا ما يكون، حرام على اي حد يوقف جواز بسبب العبث ده. حرام
عليكم. اتقوا الله، اتقوا الله، علشان احنا اللي بنيجي نعيط قدام، احنا اللي بنيجي نعيط قدام. موضوع الفرح برضو كده بالظبط. انا بضيع الوفات في الارض على حاجه ملهاش اي ستين لازمه، على ساعه، على 3 4 ساعات ملهمش اي ستين لازمه. عادي احنا ممكن نفرح وممكن نتجمع مع الاهل ومع الصحاب ومع الحبايب من غير ما ارمي 100,000 في الارض. انا ممكن اعمل ده عادي. ال 100,000 دول اولى ان انا اطلع منهم جزء حقيقه، اشكر ربنا على الخطوه اللي هو سمح لي ان انا اخدها، والباقي اطلع مثلا بيه نروح اجازه انا ومراتي نقضي وقت لطيف مع بعض. انما ما 100,000 في الارض على حاجه والناس تيجي عريانه ورقص رجاله مع ستات وايه بقى، مليطه بقى مليطه، تحس ان احنا في ديسكو. وفي جوازات بتقف عشان الفرح ما بيتعملش، او عشان هو مش هيعمل فرح. لا اصل انا بنتي لازم يتعمل لها احسن فرح. يا عم يتعمل احسن فرح، بس مش لازم بالاسلوب ده، ولا ببعزقه الفلوس على الارض، ولا ببعزقه الفلوس على الارض. عارف المشكله في ايه بقى؟ ان انتوا بتجبروا الرجاله انها تعمل حاجات هي مش عايزه تعملها، وبتحطوا عليها العبء المادي ده، وفي الاخر ترجعوا تقولوا ايه؟ اصل هو ما عملش، اصل هو معهوش، اصل هو ما جابش. ما هو انت بقى من البدايه خالص بقى، لو كنت انت التزمت بده، ده المايك مش المايك، الكتاب بتاع ربنا، انا حاطه مثال في الاول يعني. لو كنت التزمت بيه كان الموضوع خلص، وكان هو جاب، وكانوا هم اتجوزوا من 5 سنين فاتوا، وكانوا قعدوا مبسوطين، وكان زمانهم خلفوا، وكان زمانك فرحان بأحفادك. ماشي، والكلام يسير على اللي بيبوظ الجواز، سواء من ناحية العروسة أو من ناحية العريس، بس هي الأكتر من ناحية العروسة، لأن هو اللي بيحط الشروط دي كلها. بس كان زمان هيبقى الموضوع خلصان بالشياكة من زمان ومقفول وعليه بوسة. بس هو للأسف أنت اخترت إنك تحط كتاب اللي خلقك على جنب، وكلام اللي خلقك على جنب، وتحط انت قوانينك الخاصة وعاداتك وتقاليدك، اللي حتى لو هي مش متمشية مع الدين، ما بتفكرش اذا كان هي اصلا منطقية ولا لا. انت ما بتفكرش اذا كانت منطقية من الناحية البشرية بقى، ما بتفكرش اذا كانت هي منطقية وتنفع وتصلح ولا لا. انت راكب الموجة، راكب الموجة. هو كده يبقى هو كده، هو كده يبقى هو كده، هو عمل كده يبقى انا اعمل زيه، بنت العم عملت كده يبقى انا اعمل زيها، بنت الخالة عملت كده فانا اعمل زيها، احنا عندنا في العيلة عملوا كده فانا اعمل زيهم، اصل في اسكندرية بيعملوا كده نعمل زيهم، اصل في البحيرة بيعملوا كده فنعمل زيهم، اصل في اسيوط بيعملوا كده فنعمل زيهم، اصل القهروية بيعملوا والاسكندرانية ما بيعملوش. خلينا نقعد نعقد في الدنيا، نعقد ونعقد ونعقد، ماشي، ونبوظ الدنيا، وفي الاخر نرجع نعيط ونقول بنتنا غلطت وابننا غلط وبنتنا بتعمل وابننا عمل والدنيا بايظه والجوازات فاشله، وبيتجوزوا ويطلقوا بعدها باسبوع ويتجوزوا ويطلقوا بعدها بشهر، وكل الامراض بقى اللي انت ايه، اللي انت بتشوفها وبتسمعها في كل حوارات الجوازات. الحل ايه؟ طبعا اكيد واضح من اللي انا قلته. الحل انك تتبع المنهج اللي نزل لك مع الفيرجن بتاعك. انت فيرجن بني ادم، جيت في الحياة، نازل معاك كتاب فيه توجيهات تمشي عليها. لو مشيت عليها هتصلح، ما مشيتش عليها هتتعب. طيب هل الناس اللي بتمشي عليه يعني ما بيتعبوش؟ لا بيتعبوا، بس التعب بيبقى مختلف، بيبقى ابتلاءات بقى واختبار من ربنا لإيمان وصبر وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، مش هخش فيها دلوقتي. انما حياتهم بتبقى اسهل، اه بتبقى اسهل، بتبقى اسهل، بتبقى اسهل نفسيا كمان. فالحل ايه؟ الحل ان كفايه عادات وتقاليد، كفايه عبط وكفايه هبل وكفايه تخلف وكفايه عدم تفكير. يا ريت ده يشتغل. لما ده يشتغل مع وجود ده اللي هو التوجيهات، الحياه هتمشي اسهل وهتمشي اسرع وهتمشي ببساطه اكتر مما انت تتخيل. انت مش متخيل عشان ما جربتش، فانت لازم تجرب عشان تبقى عارف. ومع ربنا ما ينفعش تجارب، انت لازم تبقى متيقن انك لو عملت كده ده اللي هيحصل. يا ريت، يعني مش هقول لك نعمل حملة، يعني ان الموضوع كبير وانا كده كده يعني شخص مش معروف يعني، ولكن يا ريت نعمل نقل للتوعية دي للناس. يعني لو انت عندك امكانية انك تعمل شير للفيديو اعمل شير للفيديو، لو عندك امكانية انك تعمل منشن للناس اعمل منشن للناس، لو عندك امكانية انك تبعته لحد معين ابعته لحد معين.
نحاول ان احنا نغير ده، نحاول ان احنا نغيره علشان الدنيا تتحسن والدنيا تكون احسن والجوازات تتعدل ويبقى فيه خير شويه. فاعمل شير للفيديو، وحاول انك انت كمان تطبق ده وتتكلم مع اللي حواليك في ده. حتى لو كلهم ضدك اتكلم، طالما انت في الصح اتكلم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لي ثامز اب، اعمل سبسكرايب للقناه لو انت ما عملتش. هنكمل في السلسله ان شاء الله، بس انا على حسب بس ظروفي والدنيا بحاول على قد ما اقدر والله، ماشي في كذا اتجاه يعني. فادعوا لي، اشوفكم في الحلقه اللي جايه ان شاء الله.